السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا على فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله. عواشركم مباركة. اليوم الوصفة ديال الشباكية، هاد الوصفة اللي كتجي جد رائعة. كتجي هشيشة شاربة العسل ولذيذة بزاف، وبواحد الطريقة اللي إن شاء الله غادي تعجبكم. كتسهل شوية، يعني ما نحتاجوش ندلكوها بزاف. كيما كتلاحظوا الشباكية كتجي جد رائعة، يعني تستاهل نتعذبوا معاها. ضروري في رمضان واخا هي صعيبة، ضروري كنديروا واحد شوية. الأجواء ديال رمضان الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة يا ربي. هنايا البنات خديت الجنجلان ديال الدئام، غسلته ونقيته. هاد العام خرج شوية، خاصو يتنقى ماشي حتى لتما. المهم كنسخنوه حتى كنبرك عليه هكا في بين الصبعين كيطرطق، كيكون باين أنه سخن. كنديروه في الماكينة وهو سخون، غير كنحيدو كنديرو ديريكت الماكينة. المهم خايفين على الماكينة خليوه يدفى شوية صافي، وكنطحنو. وكنبقى كنعاون بالمعلقة هكا، كنرد الجناب للوسط باش يتطحن ليا كلشي مزيان. وكنخليو طبيعة الحال الماكينة كترتاح شوية باش ما فاش كتسخن صافي. وحتى كنتحصل على القوام بحال هكا، قوام كريمي ما كيبقاوش كاع فيه الحبات ديال الجنجلان. حتى اللوز كذلك سخنته واحد شويه، ماشي تحمر، غير يسخن غير واحد شويه وصافي باش يتطحن لينا بسهوله. كنطحنوه في نفس الماكينه، كنبقى حتى هو كنبقى معاه حتى كنتحصل على واحد القوام اللي كيكون كريمي، ما كيبقاوش فيه الحبيبات ديال اللوز. وكنبقى مرة كنوقف الماكينة وكنرد للوسط اللوز حتى كيتطحن لي صافي. كنحيدو جانبا. هنا عندي ماء الزهر، درت 250 مليلتر ديال ماء الزهر، دفيته واحد شوية، ضفت له زعفران شعرة. كنخليه حتى كيذوب داك زعفران شعرة وكيطلق اللون ديالو. ممكن تستعملوا حتى الضامة ديال الزعفران او الملون، انا كنكتفي غير بزعفران شعرة. هنا كناخد واحد 6 حتى 7 الحبات ديال المسكة الحرة مع شوية ديال السكر، وكنبقى كنمعسهم مزيان حتى ما كيبقاوش دوك الحبيبات. ومن بعد كنغربلها مزيان عاوتاني، خص كلشي يتغربل مزيان باش العجينة ما تجينا ملسة وما تقطع ليناش وحنا كنطلقوا فيها. بالنسبه للمكونات كاملين غادي نحتاج اول حاجه ماء الزهر. هنايا كنستعمل انا في الاول 250 مليلتر. في الاخر فاش كنجمع العجينه الا بان ليا العجينه قاصحه بزاف ما بغاتش تجمع ليا، عاد كنزيد واحد 20 مليلتر. يعني المجموع ديال ماء الزهر 270 مليلتر، ولكن ما كنضيفوهش مره واحده في الاول. كنديروه في الاول غير 250 مليلتر، ومن بعد كنشوفوا الى خاصنا كنزيدو واحد 20 مليلتر في الاخير. عندي هنايا ماء الزهر اللي ذوبته مع زعفران شعره. كما قلت لكم ممكن ديروا حتى الملون او ديروا الضامه ديال الزعفران، انا كنكتفي غير بزعفران شعره. الجنجلان 130 غرام طحنته مزيان. اللوز 150 غرام حتى هو تطحن مزيان. 2 معالق ديال القرفه ما يعادل 18 غرام. عندي 2 معالق ديال النافع ما يعادل 16 غرام. 4 غرام ديال الخمارة الكيماوية. عندي واحد 6 حتى 7 الحبات ديال المسكة الحرة اللي معزتهم مزيان مع سنيدة غربلتهم غربلتهم مزيان. عندي صفر بيضاء، شوية ديال الملحة، كاس عامر ديال الزبدة ما يعادل 150 غرام. عندي كاس الا ربع ديال زيت الزيتون زيت نباتية، ونص كاس ديال الخل. غادي نكتب لكم ان شاء الله المكونات مضبوطين اسفل الفيديو. هنايا كندير في واحد الوعاء، كندير الزبدة، كندير الزيت، كندير الخل. استعملت هنايا خل تفاح. وكندير ديك 250 مليلتر ديال ماء الزهر. كنضيف واحد شويه د الملحه، ضروري شويه د الملحه. وهذا الجنجلان اللي طحناه كما كتلاحظوا هكا كيجينا، راه ما كيبقاش فيه كاع الحبات ديال الجنجلان، كيتطحن مزيان. وعندي اللوز كذلك نفس الحاجه. عندي هنايا النافع، حتى هما النافع والقرفه وحبه الحلاوه مطحونين ومغربلين مزيان.
كيكونوا صهدناهم واحد شوية النافع وحبة الحلاوة و وطحناهم وغربلناهم مزيان. صافي كنخلط المكونات وكنطحن مزيان حتى كيتجانسوا من غير الخمارة الكيماوية وصفر البيضة كنخليها حتى الاخر. من بعد ما كنطحنهم مزيان بالميكسه ديال اليد اولا كتقدروا ديروا هادشي كامل في الغراف. صافي في الاخر كنضيف صفر بيضة والخمارة الكيماوية وكنخلط غير بالضراب اليدوي حتى كيتجانسوا المكونات كتذوب ديك الخمارة الكيماوية وديك صفر بيضة. كندوز للدقيق، هنا كنستعمل كيلو ديال الدقيق كنغربلو مزيان. ضروري تغربلو الدقيق باش تجيكم شبكية زوينة، يعني قبل ما نستعملوه ضروري نغربلوه. انا كنستعمل الدقيق العادي اللي كنستعملوه دائما، دقيق الفرص. من بعد ما كنغربل الدقيق كنضيف له داك الخليط اللي حضرنا اللي فيه القوام كامل. صافي هنايا وكنجمع العجينه. كتجينا الطريقه سهله لان خلطنا كلشي كيكون مخلط صافي كنجمعو غير يعني داك الدقيق وما كنحتاجوش ندلكو بزاف. هاد الطريقه كتسهل علينا يعني في الاخر ما كنحتاجوش نبقاو ندلكو في العجينه، غير كنجمعوها وصافي. كندلكها غير واحد شويه ماشي بزاف. صافي كما قلت لكم البنات ما كندلكها شيء بزاف غير واحد شويه وكنقطعها. هنايا قطعتها الى 4 قطع وكنشكلهم بهذه الطريقه كيجيونا بحال شكل اوفال اولا طول بالطول. بهذه الطريقه كنغطيهم بواحد البلاستيك غذائي وكنخليهم يرتاحوا واحد نص ساعه. من بعد ما كترتاح العجينه كناخذ واحد القطعه وكنطلقها بهذه الطريقه. ممكن تخليوهم حتى اكثر، يعني الا شحال ما خليتوا العجينه ترتاح شحال ما كتجيكم زوينه. هنايا كنطلقها بالطول وكان في نفس الوقت كنقد لها الجهه ديال العرض باش كيجيونا مقادين بهذه الطريقه. صافي كنقلب العجينه وكنعاود نطلقها واحد شويه. هاد القطعه كنقسمها على جوج كيجيوني جوج قطع من هاد الحبه، يعني كنقاد لها الطول وفي نفس الوقت كنقاد لها العرض وكنقطعها في الوسط بالجراره كيجيوني جوج قطع من كل حبه. صافي هنايا كنوضعهم في واحد البلاطو وكنغطيهم مزيان بالبلاستيك غذائي وكندخلهم للثلاجه. بالنسبه لي البنات ما كانش عندي الوقت داك النهار، خليتهم هكا كباتوا في الثلاجه وما كيوقع لهم صراحه والو. هذه في العشيه انا صوبتها البنات يعني من بعد الغداء بديت نصاوب فيها. انا قلت غادي ندير العجينه ونشبك ونخليهم يباتوا لغد ليه غدا نطيب ونعسل وصافي. لكن داك النهار ما كانش عندي الوقت ما قدرتش نكمل. صافي بعد ما جمعتهم في البلاطو درتهم في الثلاجه خليتهم حتى لغد ليه حتى للصباح. مع الصباح ان شاء الله بديت بيهم. العشيه كنت ساليت. هنايا كناخد القطعه كتكون فاش كتبات في الثلاجه كتعطل شويه في الثلاجه كتندى شويه. كندير غير واحد الرشه خفيفه ديال الدقيق، رشه خفيفه ماشي بزاف، وكنطلق شويه العجينه باش تجيني سهله ندخلها للماكينه. هنايا الماكينه في الاول كندير رقم صغير كندير 4 لان العجينه كتكون شويه غليظه. الا درتوها ديريكت في رقم كيكون كبير كتقطع. كنديرها الاول في 4 كنعاود كندوزها في 5 في الوسط، يعني الرقم المتوسط واخر رقم هنا في الماكينه كيكون 9. انا كندير اخر رقم اللي كنخدم به هو 8، يعني كندوزها اخر مره في 8 وكنبدا كنشبك. بالنسبه للرقم 8 كيجيني هو هذاك، ما كتجيش رقيقه بزاف وما كتجيش غليظه. بالنسبه للتسعود كتجي رقيقه بزاف كتجي صعيبه حتى في التشباك. مهم نتوما جربوا اللي جاتكم سهله. كما قلت لكم في الماكينه اخر رقم هو 9.
عندي هنايا هاد الجرارة كنت خديتها من بلجيكا. هذه صراحة كتساعد، كتعطينا الفورم وكتعطينا الحبات يعني قد قد. غير هي للأسف ما كتقطعش مزيان. حيت لها داك اليد، لأن داك اليد ما كيساعدش أبدا. جربت نخدم به ما كيساعدش. صافي حيت لها داك اليد وخدمت بها بالطريقة اللي شفتو. وضروري كتعاونوا بالجرارة ديال الشباكية لأن ما كتقطعش مزيان. صافي كنحيد ديك الزيادة ديال العجينة، كنديرها في واحد البلاستيك حدايا وكنغطيه حتى الاخر. كنخدمو حتى هو ديك العجينة. هنايا بالنسبة للتشباك، هنا كنمشي الشريط الاول كنهزو فوق الصبع ديالي، الثاني كنطلقو، كنمشي للثالث كنحطو فوق الاولاني بهاد الطريقة، والرابع كنطلقو حتى هو، والخامس كنقلبو على دوك الاشرطه جوج الاولين. هنايا كيجيوني وكنحلهم بهاد الطريقه، كيجيوني 3 د الاشرطه على اليمين وجوج على اليسار. كنقلبها في يديا، ومن اللور كيكون عندي هاد الملاقيه كنقرصها مزيان. يعني كنقرصها مره اولا جوج باش ما تحلياش من بعد فاش كنجيو كنطيبوها. صافي كنحاول كنجبدها واحد شويه بحال هكا، وكنقرص لها الجنيبات. الا كانوا عندكم دوك الجنيبات كبارين بزاف كتنقصوا منهم. انا جاوني هما هادوك. وهكا هو الشكل ديالها، هكا كتجينا. كيجيو الشكل ديالهم زوين حلوين. غنعاود معكم واحده اخرى. هنايا انا هاد التشبيكه هي اللي كتعجبني وكتجيني سهله، اللي مولفه معاها. يعني كناخذ الشريط الاول فوق الصبع ديالي، والثاني كنطلقو، الثالث كنحطو فوق الاولاني، الرابع كنطلقو حتى هو، والخامس كنقلبو على دوك الجوج الاولانيين بهذه الطريقه. يعني كيجيونا 3 على اليمين وجوج على اليسار. دوك الجوج اللي على اليسار كنقادهم بحال هكا، واحد كيجي مور الاخر. المهم هذا هو الشرح ديالي. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوني. كنقلبها في يدي وكنقرصها من اللور جوج مرات باش ما تحلياش في الطياب. صافي هنا كنحطها فوق البوطاجين، كنجبدها واحد شويه وكنقرص لها جنيبات. كيجي الشكل ديالها بحال هكا كما لاحظتوا. صافي من بعد ما كنسالي من الشباك كنكون حطاهم هكا في اللاطه. كنبعد وحده على الاخرى باش كل وحده تبقى شاده الفورم ديالها. هما كينشفوا من بعد. كنخليهم حتى كينشفوا مزيان. ومن الاحسن الا وجدتوا العجينه، يعني نهار قبل كتوجدوا العجينه وكتشبكوا كتغطيوهم وكتخليوهم حتى لغد ليه. ما كنديرهم لا في الثلاجه لا والو، كنخليهم برا الثلاجه كنغطيوهم وكنخليهم حتى لغد ليه. في العاده هكا كندير حتى لغد ليه عاد كنطيبهم. يعني كتنقص عليكم الخدمه وفي نفس الوقت هما كياخذوا الوقت باش ينشفوا. هنا سخنت الزيت، وبالنسبه للعسل دفيته واحد شويه، ماشي سخون، دافي، غير دافي وصافي. والزيت في الاول جهد شويه العافيه، ومن بعد نقصت العافيه على المتوسط باش يجيني باش تجيني الشباكيه اللون ديالها موحد. ما كنخليش الحبه ديال الشباكيه حتى كتاخذ اللون مغموق من التحت عاد نقلبها. لا، خاصنا نبقاو كنقلبوا فيها دغيا دغيا، غير كتشد راسها. تخليوها تشد راسها، ماشي تكون خضره تقلبوها. يعني كتشد راسها مزيان وتقلبوها، ولكن ما كتكونش محمره بزاف. يعني كتبقاو تقلبوا فيهم وتدوروا فيهم بهذه الطريقه، لان العافيه ما كتكونش في كل بلاصه مجهده. يعني كتكون الاغلبيه الوسط اللي كيكون مجهد. كنبقى كنقلب فيهم وكندور فيهم حتى كياخذوا اللون اللي بغيت. يعني اللون يكون ذهبي، ما يكونش مغموق بزاف وما كيكونش مفتوح بزاف. كتاخد لينا هاد اللون الذهبي. كنحيدها مباشره من الزيت، كنوضعها في العسل اللي كيكون دافي كما قلت لكم، وكنخليها في العسل يعني تاخد الوقت ديالها حتى كندير المقله الثانيه. هنايا كنغطسها
في العسل بهذه الطريقة. بالنسبة للعسل كنستعمل العسل ديال الدي ولا ديال ليدل، كيكون العسل ديال النحل، يعني ما كنستعملش انا نهائيا ديال السكر، وانتم على حسب الذوق ديالكم. كما لاحظتوا راه خليتها في العسل باش تشرب مزيان، وحتى كطيب ليا المقله الثانيه حتى كتقرب طيب كتكون عافيه، نقصت لها ما مجهداش بزاف، نحيد هذه اللي عندي في العسل نديرها في الكسكاس تستقطر، وعاد نحيد اللي عندي في المقله. صافي خليتها من بعد ما ساليت ديك العسل، فرغتها كامله فوق داك الكسكاس وخليتها حتى للصباح، غطيتها خليتها حتى للصباح. كما كتلاحظوا كتجي مجعبه شاربه العسل، كتجي هشيشه ولكن ما كتهرس ليناش في المقله. واحد الحاجه نسيت ما قلتها لكمش، منين تحطوا في المقله ما تعمروش المقله باش باش تجيكم سهله تقلبوها وما تهرس لكمش في المقله، يعني ديروا غير واحد شويه د الحبات في المقله وطيبوا على خاطركم. او من بعد ما ساليت كما قلت لكم البنات ديك العسل اللي تبقات ليا فرغتها فوق الكسكاس، كيكون عندي شي حاجه تحت الكسكاس باش تستقطر، خليتها ليله كامله حتى الصباح. هنايا غير بالنسبه للتصوير زينت بشويه الجنجلان من الفوق، كنت صورت لكم الانستغرام صافي. وكنجي حتى كنحطها في دوزن، كنزينها بجنجلان، او الا بغيتو حتى اللوز مهرمش مقلي مهرمش حتى هو كيجي زوين. اولا تخليوها هكا ما تزينوهاش حتى تبغيو تقدموها وتزينوها باللوز ولا بالجنجلان على حسب الرغبه ديالكم. كنوضعها في هكا في الطاسه وكنسد عليها وكنخليها برا الثلاجه، ما كنديرهاش في الثلاجه بالنسبه لينا البنات اللي في المانيا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، خليتكم على خير. ما تنسوش تخليوا لي لايك وتخليوا لي تعليق، واسمحوا لي حيت حطيت لكم الفيديو معطله، اسمحوا لي على الصوت حيت مروحه عيانه شويه. خليتكم على خير، عواشركم مباركه مره اخرى، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي.